بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخواتي وحبايبي دايما مشرفين ومنورين في قناة، يا رب ما نحرم من دعمكم ليا ابدا يا رب. تعالوا نشوف الفيديو الجميل ده. النهارده هنعمل معانا ما شاء الله الفطير بتاع المخابز اللي هو الصغير دي يا حبايبي. هنعمله النهارده بطريقة حلوة ان شاء الله، ويا رب يا رب يعجبكم النهارده باذن الله. تعالوا نشوف الفيديو ده النهارده هنعمل مع بعض ازاي. طيب هنعمل بايه؟ هنعمل معانا كوبايه ميه، وهنقلب فيها معلقتين سكر ونص معلقه ملح، ما فيش غيرها، او معلقه حسب كميه الدقيق اللي عندك. هنقلب السكر ده خالص والملح عشان خاطر ما يبقاش يعني فيه سكر. وبعد كده اما نقلبه كويس هننزل على 4 كوبايات دقيق معانا يا حبايبي، او 4 كوبايات، يعني يعني نص كيلو دقيق يا حبايبي. هو ده السكر والملح والميه، مفيش غير كده. ونعجن الفطير ده عجنه حلوه كده. زي ما انتوا عارفين الفطير بيعوز يتعجن عجنه كويسه عشان خاطر ما يتقطعش معانا واحنا بنفرده. طيب احنا لو انت تعبانه وايدك وجعاكي اعجني شويه وغطيه بالبوله وسيبيه يرتاح شويه. انا بصراحه يعني هو المفروض اعجن 10 12 13 دقيقه ما ورا بعضه، بس انا عشان ايدي انا عجنت شويه وغطيته بالبوله. طيب اللقطه اللي معانا ديت، ده معانا 3/4 كوبايه زبده اللي هي الكريستال دي، مش بحبها بس يلا هي مش مشكله، ما بحبش الكريستال دي. بعد كده حطيت عليه نص معلقه بيكنج باودر صغير عشان تورق معانا كده الفطور ويبقى حلو. ماشي. في الفترة ده انا كنت مغطية العجين، وارجع اعجنه تاني. ده حطيته على الترابيزة او الرخامة اللي انت بتعجني عليها، وفردته عليها وقعدت عجنته زي ما انتم شايفين، وغطيته وسبته 10 دقايق يرتاح. وبعد كده هنفرده بقى العجينة ال4 كوبايات كلهم هنفردهم مرة واحدة. هنعملهم على هيئة مستطيل كده. مش شرط حتى تفرديه ان هو تكبريها او حاجه، لا حسب مقدرتك، ما تكبرش حسب المكان اللي عندك. ومش هنوسعه، يعني احنا كده كده هنرله، نعمل له رول كده ونفرد الزبده في قلبه على قد ما تقدري. افردها بالنشابه. انا رشيت رشه دقيق كده فصيت عشان ما يلزقش على الرخامه. وبعد كده عملته على هيئه مستطيل زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. طيب عشان خاطر لما نفرده كويس الزبده نفردها. الزبده كانت معايا لسه برضو متلجه، بقيت افردها بايدي لان متجمده جامد، لانها كانت في الفريزر بس طلعتها شويه يعني. هي المفروض كانت تبقى اقل حاجه ساعتين 3 على الرخامه كده بدرجه حراره المطبخ هتسيح معانا. بس انا طلعتها قبلها كده بساعه ولا حاجه، ما لحقتش عشان الجو برد فهي ماسكه. طيب فردتها برضو ما تسيحهاش، عشان لا لو ساحت لو سحناها في طاسه او حاجه هتسيح منها. احنا مش عايزينها تسيح، احنا عايزينها متجمده كده عشان خاطر ما تخرجش مننا لما نيجي نفرد الفطاير بتاعتنا. طيب فردنا كويس وفرده كويسه محترمه. بعد كده هنرول زي ما انتم شايفين كده رول حلو، ونظبطه كده ونبرم بين ايدينا عشان يبقى كله بسواد بعضه، ما يبقاش فيه رفيع وسميك. طيب وبعد كده هنقطع القطعيه اللي انت عايزاها. طبعا الطرفين دول بيبقوا رفيعين زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نقطع تقيسي 4 صوابع كده او 3 صوابع، يعني وتقطعي حسب الفطيره اللي انت عايزاها، كبيره صغيره يرجع الفطيره اللي انت عايزاها. ماشي. ما تنسوش الكومنتات يا حبايبي اللي بترفع الفيديو دوت. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل باذن الله. بعد كده ما قطعناهم وعملنا الرول وقطعناهم، طلعوا معانا 11 واحده. هنحطهم في الصينيه او في اي حاجه، وهنغطيهم بكيس بلاستيك وندخلهم التلاجة 10 دقايق. هو الجو برد طبعا، مش الزبده مش هتسيح، بس للامان يعني عشان خاطر لما نيجي نفردها بالنشابه ما تخرجش مننا. وهنبتدي بقى نفرد يا حبايبي واحده واحده زي ما انتم شايفين كده. نعملها لقيت مستطيل كده، وهنجيب الطرف ده على الطرف ده، وبعد كده نطبقها 3 تطبيقات زي ما انتم شايفين كده. نعملها مربع صغير اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. اهو الفيديو واضح وصريح على ما انا بقول كمان. هنفردها مربعه، وبعد كده نتنام الجنب ده والجنب ده، وبعد كده اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. وبعد كده هنجيب نعمل 3 تطبيقات على بعض زي ما انتم شايفين كده، وتبقى مربعه كده. ايوه زي ما انتم شايفين كده. يلا يا حبايبي عشان خاطر تجربوه، ده جميل جدا، طالع جميل جدا، جربوه يا حبايبي. ونرش على بقى العسل، سكر بودر، اي حاجه بقى لاولادنا كده، ويبقى جميل ان شاء الله. هنبتدي بقى فردناهم كلهم وخلصناهم اهوت. هنحطهم برده يرتاحوا 10 دقايق تاني. بعد ما شكلناهم لازم يرتاحوا 10 دقايق تاني برده، او 5 دقايق اقل حاجه يعني. نحطهم بكيس بلاستيك طبعا عشان ما يعملوش قشره، وهندخلهم التلاجة تاني. هنبتدي نفرد ده اخر فرده بقى، مش هنعناش هنطبق تاني. زي ما انتم شايفين كده. لو هتفردها بايدك بالنشابه عادي، لو ماشيه معاكي انت يعني هتتك على العجينه كده، تضغط عليها تحس ان متبصمه بصبعك، تعرفي ان العجينه ارتاح. ممكن تعملها بايدك لو هي صغيره، ممكن تعملها بالنشابه مش مشكله يعني. زي ما انتم شايفين اهو. انا عملت كام واحده في الاول كده بالمردنه بالنشابه يعني. وبعد كده ظبطته بايديا برده، ما بقاش ياخد حاجه. اللي بعد واحده صغيره بقيت اعملها بايدي زي ما انتم شايفين كده.
وبعد كده هنرصه في صاج يكون مدهون دهن الزبده او دهن السمنه او دهن زيت، مش مشكله برضو. وهنفرده بقى في كل صينيه، هياخد حسب ما تاخد بقى معاكي، حسب الفطيره، تاخد 3 او 4. وبعد كده هندهن دهنة الزيت فوق الوش كده وهو داخل، مش هندهن زبدة تاني، احنا معناش محتاجين الزبدة كده تاني. اهو يا حبايبي حطينا في الصاج اهوت، اخد مننا 4 حسب فرز الفطيرة اللي انت عاملاها. ما تنسوش اللايك يا حبايبي، اللايك الجميل ده اللي بيشجعنا يا حبايبي وبيرفع الفيديو ده. دخلنا طبعا الفرن مولعينه قبلها ب10 دقايق، النار يعني على يعني في تاني رف من تحت، ونار متوسطه برضو عشان يقدر يورق معانا، ما ينطر، مش يعني لو علينا النار مره واحده كده هيبلط، مش هيقب معانا يا حبايبي. كان قابل في الفرن ما شاء الله جميل جوه خالص في قلب الفرن، كان مرتفع ومنفوخ كله منفخ وما جميل ما شاء الله. هنبتدي بقى لو ما احمرش معاك وخد لون من تحت، هتبتدي تشغلي الشوايه برضو على نار هاديه. ده هو والله مظلوم، هو لونه جميل طالع في الطبيعه، طالع حلو اكتر، احسن من التليفون كمان. انا بقول لهم هو انا حاسه ان التليفون ظلمه في اللون بتاعه، مش غامق كده والله. ما شاء الله وطلع جميل ومورق، هتشوفوا دلوقتي اهو ما شاء الله يا حبايبي. بتقطع معايا وجميل جدا والله، وما شاء الله مورق من قلبه. يعني ما شاء الله الرول اللي احنا عملناه ده عمل تورقه جامده ما شاء الله معانا في الفطير يا حبايبي. ولا تورقي ولا تعملي ولا تفردي واحده بواحده ولا تحطي كذا واحده ولا حاجه، اعملي الطريقه دي حلوه يا حبايبي. عندكم بقى عسل نحل، عسل اسود، ترش على وشها سكر بودر، اللي تحبوه يا حبايبي. يلا اللي مشتركش في القناه بتاعتنا يشترك يا حبايبي، دايما اشتراككم بيسعدنا وبيفرحنا. يا رب ما تحرم من دعمكم ليا ابدا. يا رب فيديوهات تنول اعجابكم وتبقى عند حسن ظنكم. مع السلامه.